خليني اسالك، يعني عندي سؤال وتعليق في الاخر. السؤال النهارده كان ليزر وسباب جماعي لجماهير الاهلي، اما الشماريخ واربع انذارات. شماريخ ما كانتش موجوده. شماريخ السباب الجماعي لم تتوقف في المباراه، في اللائحه بيبقى ايه؟ توقف يا كابتن مدحت النهارده كان في شماريخ. كان في شماريخ؟ لا مش ده قبل المباراه. لا في اثناء المباراه كان في اثناء المباراه كان في شمروخ. لا كان في شماريخ يا كابتن مدحت. شماريخ كتيره ولا دي نقطة مهمة أنا بتكلم فيها، عشان في ناس قالت إن إحنا تراجعنا عشان أرجعنا عقوبة نادي الزمالك في مباراة سموحة. نعم. لا أنا أحب أوضح، إحنا لما أعلنا البيان قلنا إرجاع عقوبة نادي الزمالك، يعني في عقوبة. إنما في اجتماع وزارة الداخلية وكان الكابتن مجدي كان موجود. تم الاتفاق وكان في 2 وزراء موجودين ان يبقى في اجتماع بين لجنه المسابقات مع رؤساء الانديه او ممثلي الانديه عشان لو عندهم حل بديل عن العقوبات اللي موجوده عندنا اللي هي اللعب بدون جمهور نتناقش فيها ونشوف الافضل. اهو يا حاج عامر، يا رب يكون الشاشه قدامك. اهو شمروخ واحد ما فيش غيره اهو. ما احنا اتفقنا شمروخ زي 10 يا مدحت. احنا كنا قلنا في شمروخ وفي شمروخان. احنا عايزين الجمهور يرجع تاني. معلش يا حاج عامر. السنه اللي فاتت كان في تريقه على الشمروخ وشمروخين. واحد يقول لك ايه شمروخ وايه شمروخان. اصلا انا طلعت قلت ايه؟ قلت اشعال الشماريخ. مش واحد ده. فشمروخ وشمروخان ما انتبهش عليهم شماريخ. شماريخ اللي هو فوق الاثنين. فقعدوا يا عيني يتريقوا على لجنه المسابقات. عندك حق، بس خليني اقول لك حاج عامر حاجه. يعني ما ينفعش برضو، يعني ما تاخذنيش وانت عارف مواقفنا هنا في مودرن سبورت. يعني اكيد يعني واحد مولع شمروخ واحد يحرم الدنيا دي كلها. يعني احنا كنا صح يا مدحت؟ انت كنت صح اقسم بالله السنه اللي فاتت، واللي انتقدك ما عندوش فكره. انا ما اعرفش مين اللي انتقدك. لا كتير قوي، لا كتير. يعني النهارده انت راجل في لجنه مسابقات ومعاك 7 محترمين، لما تكون شمروخ واحد مولعه، واحد مخبيه، انا اسف في اللفظ، في البوكسر زي ما قالوا لنا على الهوا، وقام مطلعه ومولعه فجاه عنوه عن الجماهير. واحد ساعات متعمد يفسد الفرح. ابوظ على الجمهور ده كله عشان واحد او 2. اذا احنا شايفين عوده الى شماريخ. كلمه شماريخ انا شايفها انسب بكتير من شمروخ. الحقيقه بعد اذن حضرتك، احنا لما قلنا كده كان في تريقه من الناس كلها في الصحف ما يهمش مش واحد ولا 2 ولا يهمك. ولا يهمك. نمره 2 النهارده او امبارح الاستاذ ابو الوفا الخطيب كاتب في الاخبار سمحك الله يا عامر عشان ما خلتناش نعايد. لكن يعني احنا الوقت عندنا براح، ولا عايزين نلعب في الاعياد، ولا عايزين نلعب وقت المنتخبات. يعني النهارده الملعب اللي راحوا الملعب دول كلهم راحوا زعلانين، يعني دول ما بيعيدوش. لا بالعكس، ده كان احلى ماتشات في العيد. وبعدين احنا مقدمين الميعاد عشان خاطر المنتخب الوطني عنده مباراه يوم 14 وعنده مباراه المنتخب الاولمبي عنده اعداد. فالناس كلها متحديه ما بقاش. لا هو تناولها بوجهه نظر شخصيه ان هو اللي هيجي كرئيس تحرير وهيجي من الصعيد. هو تناولها يقصد انا غلطت ده الصعيد. احنا هو كان هيروح فين في العيد؟ لا خليني يا حاج عامر يعني ارجوك تراجعوا وجهه النظر دي. خلينا كلمه اشعال شماريخ، وتبقى دي الشماريخ دي برضو احنا عايزين ما نبقاش جامدين قوي اوفر، لانه واحد ولع شمروخ ولا واحد من هنا وواحد من هنا شمروخين ولا بتاع مش قضيه، لانه حرام احرم كل الدنيا دي كلها. شفت النهارده المتعه في الجمهور يا حاج عامر وجمال الجمهور وحلاوته. مدحت بيه بعد اذن حضرتك، احنا عشان كده لما قلنا هو في اجتماع زي ما قال عامر كده والزمالك علشان ما نكسرش التوصيه اللي كان مع الناس الكبيره اللي موجوده والمسؤولين والقيادات اللي موجوده في وزاره الداخليه. بالظبط كده. لغايه ما يجي رؤساء الانديه او ممثلين الانديه، مش مهم رؤساء الانديه. وحلول انما المبدا ان ما فيش شماريخ، المبدا ده لا غنى عنه، لان ده حمايه للجماهير. احنا ما نقدرش نتحمل مسؤوليه حاجه تحت. ما اختلفناش وتعليمات الاتحاد الدولي ما اختلفناش، لكن خلينا نقول ايه زي ما الاتحاد الدولي قال ايه؟ قال اشعال الشماريخ والقاء. يعني كلمه، يعني حتى الاتحاد الدولي لما اتكلم قال شماريخ. اشعال المواد الحارقه او القاء. بالظبط. المواد الحارقه، ما قالش ماده. لا قال المواد الحارقه. قال المواد. فانت برضو هنا الشماريخ تبقى ماشيه، والتقدير للجنه، والتقدير يبقى بمعيار من ذهب. لو انت حسيت ان الشماريخ فعلا شكلها في جماعيه لا مؤذيه، خلاص ستوب
ومباراه كذا. الدنيا واحد زي النهارده شمروخ مطلعه من جيبه ولا من شرابه ولا المشكله مدحت بيه محدش عنده ثقه في حد. لا اصل انت مش مندوبين الانديه والدكتور عبد الله جورج موجود معايا في اللجنه، عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وحددنا مباراه الزمالك ودجله المؤجله يوم ال 18 اللي هو المباراه اللي الزمالك كان هيلعب فيها المباراه بتاعت الاسبوع السابع. صح. يعني ما غيرناش حاجه في اي وحده تدريبيه ولا فاجئنا النادي بحاجه، وهيلعب بكامل نجومه. كابتن حسن شحاته اعترض. انا سمعت كده، ما فيش حاجه رسمي لغايه دلوقتي. بالظبط كده. ممكن يكون ما فيش اعتراض، ممكن كما يعني بيكتب دائما واحد يطلع على موقع عايز يولع الموضوع، النادي الزمالك معترض. طب معترض ليه اذا كان في نفس اليوم واللعيبه الدوليه هتبقى مع نادي الزمالك؟ ده هو لو اتلعب الدور الثاني ممكن يلعب بعد يومين، لان الزمالك مشترك افريقيا. تمام. فبالتالي ما عندوش مواعيد نهائي، واحنا الدور الثاني هنلعب كل 3 ايام كمان مش 4. صح. ولسه الاتحاد الافريقي ما حددش مباراه افريقيا الوسطى عشان اقدر احدد الاجنده بتاعت الدور الثاني. مظبوط. الاتحاد الافريقي قال احنا هنلاعب افريقيا الوسطى. صح. طب هنلاعبهم امتى؟ هو ما حددش كمان. يعني الاتحاد الافريقي تعبنا احنا كمان، لانه انت مستنيه يبعت لك وتبتدي تظبط انت عليه. هو انا بقالي شهرين مستنيه. صحيح. بص يا حاج عامر، مباراه السوبر علشان احدد الدور الثاني. الناس اللي بتفهم كلها مقدره دوركم كلجنه ودورك كرئيس اللجنه. سيبك من اي ترهات وما تحطهاش في حسبانك وانت بتاخد قراراتك المهمه، لانه لن ترضي الجميع اطلاقا. ما حدش بيرضى. فخد انت القرارات الموضوعيه واحنا في ظهرك، وما دام احنا في ظهرك بمشيئه الله يبقى مصر كلها في ظهرك ان شاء الله. عايز اقول لك حاجه اخيره، بما انه اذا احيل الامر ليك فهتبقى توصيتك ان المباراه التاليه بدون جمهور. انا بس عايز اعضد وجهه النظر دي بجمله واحده عشان اللي ياخد قرار يبقى فاهم. لو انت هترجئ كل حاجه للمباراه لما تتلعب الاسماعيلي، يبقى اللي كان موقوف في ماتش الاسماعيلي من الاهلي ما يلعبش، واللي كان موقوف في الاسماعيلي في ماتش الاهلي ما يلعبش. ما هو ده ما ينفعش وده ما ينفعش. اذا استحاله دي، ودي استحاله. يبقى اذا لابد ان تكون المساواه في كل الامور، لا احنا مع الاهلي ولا مع الاسماعيلي. لكن اذا ارجئت المباراه برمتها يبقى تنطبق عليها الاوضاع الجديده. طبيعي. تمشي طبيعي. جه بقى بدون جمهور في ماتش وادي دجله، جه بدون جمهور في ماتش اسبوع، زي ما يطلع دي ما فيهاش كلام. اشكرك حاج عامر. هذا القرار الصح. هنتحدى ايه؟ هو ده الصح.